السلام عليكم اخواتي، لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اليوم خرجتكم معايا لمدينه طنجه. حنا في جهه البلايا طالعين فندق الشجره. كما كتشوفوا معنا الدنيا تبارك الله غزاله، كطيح عندنا الشتا. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. الحوت، السيد كيبيع الحوت. المدينه القديمه هنا في طنجه. حتى البني هنا كتلقاوه على ستيل هذه الاسباني، باقي محافظين هنايا على داك ستيل ديال البناء ديال اسبانيا. فندق الشجره اللي كيسمى هذاك هو فندق الشجره اللي كيصايبوا فيه. خارجه قلت علاش لا ما نعمل لكمش واحد لا فيديو باش تشوفوا كاع ويناتكم. كاين بزاف د الناس اللي ما عمرهم جاو شافوا طنجه. ها هو هنا كيصلحوا هنايا فندق الشجره. ها هي الداخل ديالو بلاتي صبره. هذا هو هنا المارشي ديال الحوت، المارشي سونطرال ديال الحوت اللي كاين هنا في طنجه الكبير. لا انا غير كنشوف غادي انتو باش تشوفوا النظافه. هما الناس كينقيو، المهم الله يعاونهم. ومن هذا المنبر هنا كنقول لهم شكرا لكم، لان صراحه طنجه نقيه بهم ونقيه حتى بالناس، ولكن الله يسمح لشي وحدين اللي كياكلوا في الزنقه وكيرميو وكيعلموا وليداتهم يرميو. هانتوما كتشوفوا هنا راه البلاصه ديال الحوت. هانتوما البلاصه ديال الحوت تبارك الله داكشي غزال. وهنا كاين الحوينتات الصغيورين غير العطريه وديال المهم شوفوا اللي كتقلب على شي حاجه، اللي دايره شي ريجيم وكتقلب على شي حاجه وما لقاتهاش، ديال هاد البلاصه هنا فيها تبارك الله بسم الله ما شاء الله كل شيء اللي بغيتي كاين فيها. لا بارك الله. المهم هنايا كما كتشوفوا معنا هنايا كاين واحد الرومبوا. هنا كاين المحكمه التجاريه. هنا السوق برا في هاد هنايا ما فيش. هانتوما كما كتشوفوا باقي السير قديم. هاد البلاصه هنا ما صايبوهاش نهائيا، خلاوها كما هكا. الدنيا هنا نقيه بزاف. هنا البلاصه فين كتلقاو داكشي تقليدي، كل ما هو تقليدي، من قفطان مغربي، من جلابه مغربيه، من طربوش مغربي، من بلغه مغربيه، من كل شيء. الناس مصيفين وكاين اللي مكبط. هانتوما كما كتشوفوا هنايا واخا في وسط المدينه راه كاين بزاف د المناطق خضراء. هانتوما كما كتشوفوا صراحه الجو غزال، ما كاينش البرد ولكن كاين الشتا. هذا الباب هنا اش كيسميوه؟ هذا الباب قديم هذا ياك؟ هذيك باب المقبره، باب المقبره في القديمه. كانت المقبره حنا الحداثه هنا افتتحوا الطريق تما وحيدوا هادشي. هنا راه كاينه المقبره كما كتشوفوا، مقبره سيدي بوعبيد. مقبره سيدي بوعبيد. هنا شنو كاين؟ مقبره سيدي بوعبيد. داك السيد اللي كيخرج اللي كيجي من برا كيدخل يزورو باش تعطيه طنجه. شنو هي؟ بوعراقيه. بوعراقيه. حيت كيقول لك انا نعاود لكم. مسح الزاج هنايا راه كلشي مضبب. المهم كنعتذروا على الصوره، ولكن كيقول لك سيدي بوعراقيه عنده واحد القصه طويله. هو هذا ها هو القصه طويله.
دابا كاع اللي كيجي لطنجه كاين اللي ما عارفش هذه المعلومه وكاين اللي عارفها، المهم احنا غنهضروا فيها نناقشوها. كتبقى مقوله من القدماء، ولكن ملي كتشوف على ارض الواقع راه كتلقاها كاينه، كتلقى على الاقل واحد 80% كاينه. شوف انا عندي واحد القناعه، الانسان ملي كيخرج بلادو، ملي كيخرج بلادو كيمشي لبلاد اخرى كتعطيه، ماشي كتعطيه، كيخدم، كتبدل له القناعه. ملي ما عنده على من يعتمد، كيعتمد على راسو، اذا غيخدم. عندك صافي نعطيوهم عاد ديك الساعه نقول القناعه ديالك نتايا. المهم هنا باش بلا ما نقول لكم هنا كاين سبيطار ديال الطاليان. هذا السبيطار ديال الطاليان بالنسبه للناس اللي يلاه جاو سكنوا في طنجه، وهذا سبيطار مزيان، ولكن عندي فيه واحد التجربه خايبه. هذا كلينيك ديال الطاليان ماشي فابور، فيه كيولدوك فيه غير الرهيبات، غير الرهبان، الرهيبات. والمشكله ديال الرهيبات ما عمرهم ولدوا، يعني ملي كيسمعوك كتغوتي. المهم عندي فيه واحد التجربه، واخا كلينيك الثمن ديالو مرفق، انا ولدت فيه ولاده طبيعيه يعني نورمال، مادام ما كاين حتى شي حاجه. ولدت ب 2000 درهم ولي ليله وحده. المهم نرجعوا للقضيه ديال سيدي بوعراقيه. سيدي بوعراقيه قال لك اسيدي شحال هادي، وهذا قديم، هو وقال في الاستعمار ولا قبل الاستعمار، هو ما نعرفش، ما عندناش شي فكره عليه. المهم قديم. قال لك اسيدي كان كيدير اش كيدير، عاود القصه هي هذيك ما عرفتش انا قالوا لي كان فهمتيني بحال كان كيدير شي لما وملي كان كيجيو ياكلوا ديك كيبقى لهم داك البقايا ديال الكسكسو داكشي كان كيحطوا في الباب، كيجيو الناس ياكلوه. وطنجاوه ما عجبهم، بحال ما عجبوش الحال. هذه القصه اللي كتقول بحال ما عجب، قال لك كيعطينا الشياطه. وملي جاو الناس اللي جايين من برا طنجه كيقلبوا على طنجه، حيت بحكم طنجه انها كانت دوليه، يعني كانت فيها الخدمه، وكانوا الناس الاغلبيه كانوا كيمشيو لجبل الطاق. جاو الناس قالوا بسم الله وبداو كياكلوا تما. بحال شنو كيقولوا لها، قولها الله ديالك تما. شنو قال لهم خبزتي كيعطيها البراني، خبزتي ما ياكلها غير البراني. اما ولاد البلاد اللي منفخين على النعمه خليهم يبقاو بحال هكاك. يعني انا الخبزه ديالي ديال طنجه، ديال هاد سيدي بوعراقيه اللي كيقولوا كل بلاصه، بحال فاس كاين مولاي ادريس، وكل بلاصه بحال فرباط كاين في جهه السلامه. المهم ما عرفتش دوك السميه ديال دوك اللي كاينين تما، او لا كازا. كاين بزاف ديال شوف، كاين اللي غيقول لي داك الشيء غير خرافات وداك الشيء. حنايا كنشد بالله. شنو هذا الشيء؟ ايام تلقى معكم الشد بالله. انا غير دزنا من قدامه وبغيت نعاود لكم غير القصه ديالو. وقال لهم انا خبزتي عطيتها للبراني. وفعلا ملي كتجي تشوف دابا لحد الان في ارض الواقع ان اللي كما قال لكم الزوج ديالي، قال لك ان اللي كيجي لطنجه كيبغي يخدم، حيت كيعتمد على راسو، طنجه كتعطيه. دابا الاغلبيه اللي كتلقاهم هنا في طنجه ها هما بحال دابا في المثل الريافه، الناس ديال الريف الحسيبه كلهم تبارك الله برزقهم هنايا، كلشي بالديور، كلشي بهادي، لدرجه انها وصلت ان الشركه ديال رونو هنا في طنجه ملي كيمشي يخدموا عندها كتقول لك اعطيني لا كارت ناسيونال. ملي كتلقى لا كارت ناسيونال ديال طنجاوي ما كيبغيوش يخدموه. علاش؟ حيت الطنجاوي عنده واحد الفكره بحال ماشي كلهم، ما كنعممش، عندهم الفكره بحال شكل الناس ديال اوروبا والناس ديال امريكا. عندهم 100 درهم في جيبو وتكمل ديك 100 درهم عادي نوض يقلب على خدمه. ماشي كلهم. هو راجلي انا طنجاوي، ولكن ما كينوض يخدم، كيقلب على خدمته وكيجيب الطرد الخبز ديالو. واش فهمتوا شنو بغيت نقصد لكم؟ كاين اللي بحال هكا، راه كاين حتى في كل مدينه غتلقى ناس بحال هكا. كتلقى بنادم ما مسوقش المسؤوليه، معول على باه، معول على مو، معول على هادي، معول على هادي. راه غير جات ما بين قوسين. وباش نقول لكم دابا حنا هي القصه كتجي من التاريخ. داكشي كيجي موروث من التاريخ. كل منطقه عندها علامه واحد الموروث ديالها. ايوا دابا طنجه الا جيتي تشوف التاريخ ديالها، طنجه الاصليين اللي كانوا في المدينه القديمه اللي كانت باقا طنجه غير القديمه اللي دايره بالحيط اللي غنقولوا حنا دايره بالسور، وكانت باب الفحص والسوق برا، هذوك على برا طنجه. وملي كيبغيو يطلعوا يطلعوا لسور المعكازين. اللي كانت طنجه القديمه وهاد الشيء سور المعكازين حتى هي عندها. لان اللي كيبغي يرتاح يجلس مع راسو كيطلع عند تما قبالة البحر وقبالة جبل الطار. ولكن علاش سموه المعكازين؟ المهم اللي ما فيه ما يتحرك المعكاز. يعني كانوا شعور نفس الهضره ديال. المهم غادي نرجعوا عندك القصه د هادشي. منين جا من طنجه في ديك الساعه هذيك كانت دوليه.
كانوا طنجاوه الاصليين ما كيخدموش. علاش ما كيخدموش؟ لان ماشي كيمشيو كانوا كيديروا السياحه انترناسيونال طنجة كانوا كيخدموا مع السياحه ساعتين 3 سوايع د المكانه، كيدبر دوفيز صحيحه وكيطلع ينعس مع راسو، شبر قهوه ويريح مع راسو تيكمل له داك الدوفيز عاد يخرج. لا ما كاينش، عنده 2 ساعات في النهار كيدبر فيها المصروف والخدمه ديالك انت تبقى خدام سيمانه وشهر. اللهم زدني علما. لان علاش طنجة كانت دوليه، السياح من جميع العالم كيجيو هنا. وعاد شنو هي دوليه؟ كانت كل 6 شهور كتحكمها دوله يا اما بريطانيا يا اما اسبانيا يا اما المانيا. اذا دائما كاين الجديد، دائما كاين السياحه وديما كاين السياحه، دائما كاين الدوفيز. يعني عليها الطنجاوي بارع يخرج من الدار مع 8 ل 10 الصباح. علاش هو ما كيخرجش بكري؟ لان السياح ما غيخرجوش في 6 الصباح ولا 8 الصباح، كيخرجوا حتى 10 12 عاد كيخرج يفطر، كيخرج كيدبر النهار ديالو 2 3 كاع كيكون طالع في حاله صافي. واش عاد غتقول له واش يخدم نهار كامل من 8 من الوحده ولا عاد اجي يقول له اجي هز الفاس والباله وبواحد الثمن اللي هو زايد ما يجيش. هذه هي فاش جات الطنجاوي الاصلي القديمه. بلاصه هنا. اما دابا راه ما بقاش. المهم نخليكم بالفيديو واحد اخر ان شاء الله، نوريكم ديك الساعه السوق، ونوريكم شنو تقضينا، ونوريكم كل شيء. المهم خليك الله على حب الملوك. شحال هذه البنات ما جيت للسوق، وشحال ديما تسخرت ما وريتكم السخيره ديال السوق. المهم شكرا لكم، ولا عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات نبداو نعطيكم معلومات على المدينه اللي حنا ساكنين فيها، مدينه طنجة. مرحبا والف مرحبا. ما تنساوناش غير باللايكات وبالتشجيعات وبالبارطاج. قناتنا باقي صغيره وان شاء الله يكون خير فيها، وما يكون فيها غير الحاجه اللي نستافدوا منها جميعا باذن واحد احد. السلام عليكم والى فيديو مقبل ان شاء الله.